في زمن قبل ما نبدأ الحلقة بتاعت النهاردة أحب أقول لكم إن في مفاجأة وهدية لكل المستمعين في نهاية الحلقة، فحاول تسمع الحلقة الآخر عشان تعرف إيه الهدية وإيه المفاجأة اللي إحنا مجهزينها لكم. يلا سيبكم على الحلقة. في زمن كثرت فيه الخوازيق رجل واحد مهندس واحد مدرب على ترويضها، يعرف خباياها، يضحي بنفسه من أجل البشرية. عمرو خاطر في رحلة للبحث عن ما وراء الخازوق في سكة سفر. يا مساء الخير عليكم أو صباح الخير حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. أنا عمرو خاطر ودي سكة سفر. أول حاجة بس عايزة أشكركم إن الحلقة بتاعت الخوازيق العاطفية عاملة ليسنز رهيبة، فده معناه حاجة من اتنين: يا من الحلقة كانت قصيرة فعجباكم، يا اما كلكم بسم الله ما شاء الله متخزوقين. وعشان كده معانا النهارده للمره الثالثه في البودكاست فينوس نسرين سالم. هي psychosexual relation and relationship therapist متخصصه في العلاقات الزوجيه والاجتماعيه بقى لها اكتر من 10 سنين. نسرين نورتينا واهلا بيكي تاني في سكه سفر. اهلا بيك عمرو، good to be back. في الاول خلينا نشرح يعني ايه psychosexual therapist. تمام. psychosexual يعني ان زي psychologist او زي psychotherapist، بس بتركز اكتر على الحته بتاعت السكشوال او sexuality او sex، الجنس ومشاكل الجنسيه. بس هو من الاخر يعني الناس بتروح للثيرابيست عشان خاطر يبقى عندها مثلا مشاكل في القلق او في الديبريشن الاكتئاب، او في حاجه مش مظبوطه معاهم، فدول بيروحوا سايكوثيرابيست. في ناس مشاكلها بتظهر اكتر في الجنس، في ممارسه الجنس، فبيروحوا للسايكوسيكشوال ثيرابيست. وفي الاخر كله بيصب على كله، يعني اللي عنده مرض نفسي معين هيبان في الحياه الجنسيه بتاعته، وبالتالي الاتنين متصلين جدا. فreally it's about ان احنا البحث السيكولوجي في الذات ومعالجة الذات. الله واضح ان الموضوع كبير. تسرين احنا حلقتنا النهارده عن اكتر حاجه تعب الناس كلها وهي بقى ايه الريليشن شيبس والعلاقات بصفه عامه بقى. يس ايوه. فاحنا مفيش يوم بيعدي الا لما بنلاقي الستات عماله تشتكي اونلاين حسبي الله ونعم الوكيل في الرجاله، والرجاله عماله تشتكي حسبي الله ونعم الوكيل في الستات، ومحدش عاد عارف حاجه اصلا. هل انت شايف ان احنا اولا احنا عندنا جهل كبير جدا في موضوع ان احنا ازاي نعمل ريليشن شيب؟ بص، هو الموضوع مكلكع شويه. اولا العلاقات ما بقتش زي الاول. العلاقات زي اي حاجه حاليا بنمر بيها، كل حاجه دلوقتي بتتغير. مش معنى العلاقات تفضل ثابته، تمام. العلاقات اتغيرت جدا. احنا كبني ادمين احنا بنتغير كل يوم. احنا بالذات في ال3-4 سنين اللي فاتوا دول، يعني انا حاسه ان احنا كلنا حصل لنا طفره جماعيه كده، لسه ما فوقناش منها. تمام. اصلا السنتين بتوع الكوفيد دول خلى كل واحد يواجه نفسه بالظبط ويعرف حاجات ما كانش يعرفها اصلا. بالظبط، دي لوحدها كوم. فطبيعي جدا ان لما احنا بنمر بالتغييرات دي كلها، اكيد نظرتنا ومعاملتنا لبعض واحنا عايزين ايه من العلاقات اتغير، مفهومنا من العلاقات اتغير تماما. وبالتالي احنا لسه دلوقتي في مجال انا عايز ايه بالظبط. انا حاسه ان ناس كتير مذبذبه ومش عارفه هي ايه. فانا حاسه ناس كتير داخله في موضوع العلاقات من غير ما تبقى عارفه اصلا هي عايزه ايه من العلاقه دي. للاسف الناس بتخش ما تيجي نجرب. بالظبط، كانها حقل تجارب وبتتعامل مع التانيين. يعني هم ناس كتير بتخش العلاقه دي كايه، يعني انا مثلا داخله انا حاسه ان في حاجه ناقصه في حياتي، وانا عايزه اخش في العلاقه دي معاك مثلا علشان انت تصلح لي حياتي او تديني حاجه انا محتاجاها. عايزه مثلا ابقى عندي استقرار مالي او استقرار عاطفي او استقرار من اي نوع. هو دايما الناس بتخش في العلاقه بتدور على استقرار، يا اما بتدور على مغامره. تمام. او الاثنين، يعني عايزين بالانس من الاثنين، بس برضو مش فاهمين انهي واحده فيهم بالظبط اللي هم عايزينها. فبالتالي وفي نوع خطير قوي اللي هو بيخش بتحدي I can fix him or I can fix her. يعني ما هو ده التشالنج بالظبط، تحدي. بس actually what they're saying is أنا في حاجة فيا أنا مكسورة وعايزة أصلحها، فأنا هصلحك عشان تصلحني. ده التفكير، ده الموتيفيشن الحقيقي اللي وراه.
تمام. فاللي انا عايزه اقوله ان احنا يعني ناس كتير داخله العلاقات بتدور على دواء، مش فاهمين ان ما ينفعش ان انت تبقى في حاجه انت عايز تعالجها ومتوقع ان حد غيرك هيعالجها. انت عندك حاجه او مشكله، او انت عندك مشكله معينه، لازم انت تقعدي مع نفسك وتشوفي ايه هي الحاجه دي، وانت تجيبي لنفسك الدواء قبل ما تحاولي تخشي في العلاقه، لان العلاقه مش هي الدواء. طيب انا عندي سؤال بيستفزني انا شخصيا. الحب والعلاقات كيمياء ولا اختيار؟ يعني هل انا بختار الشخص ولا هو الموضوع كيميائي بحت، انا بقى على بوزي وخلاص؟ هو السؤال نطرحه بطريقة تانية، is it logical or neurological؟ هو أكيد مش logical بالظبط. إن إحنا نختار اختياراتنا بتعتمد على إيه، وبدليل إن أنت ممكن تقعد تكتب لستة كاملة من الخصائص characteristics اللي أنت عايزها في شريكة حياتك، وفي الآخر هتاخد واحدة مش مطابقة عليها، 3/4 الليستة مش موجودة عليها أصلا، تلاقي نفسك منجذب بالظبط. ناحيتها وattracted وخلاص هي دي. تمام. فis neurological، يعني انت لما تبص على، انا لما بشوف الكلاينتس بتوعي في الاول خالص، في اول العلاقه في الهانيمون فيز، مش بيبان ايه النيورولوجيكال فاكتور اللي خلاهم ينجذبوا ناحيه بعض، بس مع الوقت بتبان ازاي؟ ان انت بتلاقي، او انا بلاقي في الثيرابي سيشن، ان الراجل بينجذب تجاه واحده تحمل خصائص متعود عليها من والدته، والست بتنجذب تجاه واحد بيحمل برضو خصائص معينة بتفكرها بوالدها. This sounds very Freudian، أنا عارفة and it sounds kind of sick كمان، بس it's actually it's logic. ليه؟ لأن إحنا الأول 2 طلعنا في الدنيا بنحبوهم مين؟ بابا وماما، ونفس اللي كنا بنحبوهم دول برضو هم اللي عملوا لنا يعني مفيش حد طلع من الطفولة سوي، بمعنى ان احنا بيبقى في عندنا احتياجات ما ابونا او امنا ما عرفوش يشبعوها لنا واحنا صغيرين for many reasons، ان هم طبعا كانوا بيشتغلوا، ان هم كانوا مشغولين، ان هم نفسهم كانوا عندهم احتياجات برضو ما تشبعش هم صغيرين، فبالتالي هم مش عارفين ان هم يبقوا اب او ام فعالين زي ما هم عايزين. تمام. it's nothing to be held against them, it's just the way life is and it's a cycle للأسف. كنا لسه عاملين حلقة عن التشايلد مال تريتمنت، فكنت لسه بقول لهم فيها زي didn't know better، يعني كنت لسه بقول للضيفة الدكتورة اللي معايا زي ان هم مش عارفين، وللأسف السايكل بقى بتتكرر، يعني طول ما احنا ما بنحاولش نتعلم او نغير السايكل بتتكرر تاني. مظبوط اكيد. وعلى فكرة يعني معلش انا هذكر قصة كده ظريفة قصيرة، انا وانا جاية دلوقتي عشان اسجل معاك، فكان معايا في العربية واحدة صاحبتي ابنها واحنا لما قربنا نوصل البيت قعد يعيط. بتعيط ليه يا بابا؟ انا عايز بريدج دلوقتي حالا، عايز كوبري. ليه يا بابا؟ انا عايز كوبري. يعني اللوجيك. طب ماشي. طب فانا يعني انا فهمت طبعا هو بيقول ايه، هو بيقول انا مش عايز اروح، بس مامته اوكي، طبعا هو عايز يعدي فوق هو عايز كوبري. يعدي فوق كوبري او عايز يطول المشوار، المهم مش عايز يروح. فمامته طبعا اتضايقت وعشان قعد يعيط ويزرجن وبتاع، وحاولت تسكته، وفي الاخر اتنرفزت عليه وضربته. تمام. ف يعني الموضوع مش موضوع بابا وماما وحشين واحنا مظلومين او whatever، يعني عارف القصة، يعني لما الواحد observe it كده properly تلاقيها هي دي كده طبيعة الحياة، ان احنا بنكبر عندنا معاناة في الكوميونيكيشن، اهالينا عندهم معاناة في فهمنا. مس كوميونيكيشن رهيب. بالظبط. وهي دي بتخلق حاجة اسمها attachment wounds. تمام. بنطلع عندنا احساس كده ان مثلا بيبقى عندنا احساس بابا مش بيحبني الا اذا اجتهدت في المدرسة وطلعت الاول وعملت وسويت، وماما مش هتحبني الا اذا كنت زيها مثلا، او كنت متدينة، او كنت شاطرة في المطبخ. تمام. فبنطلع بنكبر كده في رولز كده معينة بتخلينا مذبذبين، لان احنا مش عارفين احنا مين versus هم عايزيننا نبقى مين. تمام. بناخد الباكج دي والباجج دي معانا into adulthood طبعا واحنا كبار،
we play it out in the game of relationships. بنبقى مش عارفين برضو احنا عايزين نعرف احنا مين، وعندنا احتياجات عايزين نحس ان احنا محبوبين مطلوبين loved and desired. We want to feel in a healthy relationship. بس actually what happens ان احنا بيحصل حاجة اسمها projections او اسقاط. شكرا. بنعمل اسقاط كتير من علاقاتنا الأولية واحنا صغيرين. لما بيحصل triggers في العلاقة بنعمل اسقاط، او ان احنا يعني الماضي بيلعب دور كبير جدا في علاقاتنا في الحاضر، وما كناش نفهم ايه الباترنز اللي احنا خدناها معانا من طفولتنا وجايبينها معانا في العلاقات دي، وناخد المسؤولية. يعني نقول لا هو على فكرة مراتي او جوزي ما عملوش كده بسوء نية، انا اللي خدتها كده عشان خاطر الموضوع ده فكرني بفصل حصل فيا وانا مش عارفة امتى، فبالتالي عشان كده I overreacted، او عشان كده انا زعلت، او عشان كده انا اتضايقت. فلازم اقعد مع نفسي واعرف ابعاد الحقيقة ايه بالظبط. بس ده انت دلوقتي ذكرتي موضوع الاتاتشمنت ووندز او الاتاتشمنت ستايلز. تمام. دي بقى عايزين نتكلم عنهم، ودي بتبدا من واحنا اطفال صح؟ يعني ما لناش دخل فيها باي حال من الاحوال. على ذكر بس اللي انت اتكلمتي فيه، انا كنت بقرا في كتاب اسمه The Anatomy of Loneliness. هو الفكره كلها ان احنا للاسف احنا بنتولد عندنا احتياجات معينه، وبنتبرمج على البيئه اللي احنا فيها على الحاجات دي. يعني مثلا طفل زعق، فهيتبرمج جواه ان انت لو زعقت باباك ومامتك مش هيحبوك، فانت حتى لو عايز تزعق ما ينفعش تزعق، هتكتم الحاجه دي جواك. بس ايه ده، انا لو دخلت نمت بدري، او لو عملت مش عارف ايه، او لو حركت ايه، بابا وماما هيحبوني. فانا ابدا اعمل الحاجات اللي انا مش عايز اعملها لمجرد ان هي دي بس اللي هتديني ريورد، والحاجات اللي انا عايز اعملها اكبتها جوايا ما اعملهاش لان دي اللي هتديني عقاب. فبنطلع ضاربين بقى خالص للاسف. بالظبط. بس انا كمان عايزه اجيب نقطه هنا مهمه جدا وcontroversial، وممكن قوي يعني ناس تقول ازاي الكلام ده، بس these are facts. فيعني خلينا نتكلم فيها شويه. الديبيت اللي هو في الاصل خالص ايه؟ nurture versus nature. تمام. اوكي. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على الاتاتشمنت على اساس ان الوونز اللي بتجينا او الاصابات النفسيه اللي بتجينا من طفولتنا دي بسبب الانفايرمنت واهالينا والكونتكست وكده. فبالتالي nurture صح. اوكي. طيب مظبوط. هل طبيعتنا اصلا في حد ذاتها ما بتلعبش دور خالص؟ هل فعلا زي ما بعض الريسيرشرز وكده بيقولوا او psychologists بيقولوا، هل احنا فعلا نتولد ورقة بيضة خالص والمجتمع بيشكلنا واهالينا بتشكلنا، ولا بنيجي وفي حاجات في الورقة؟ اعتقد بنيجي في حاجات في الورقة، لان ممكن يبقى 2 اخوات متربين في نفس البيت متعرضين لنفس الظروف، وكل واحد هيطلع بشكل غير التاني. بالظبط. تمام. فمين بقى يعني how do we know how much of this paper قد ايه من الورقة دي بتأثر على منظورنا او الطريقة اللي احنا من البرسبكتيف بتاعنا اللي بنشوف في معاملة بابا وماما لنا؟ بدليل ايه؟ ان انت ممكن قوي عيلة فيها 5 اولاد وبنات، بس كل واحد فيهم هي experience their parents in a completely different way. They will all have different parents. مفيش حد فيهم هيبقى عنده نفس القصة، هتبقى ممكن حاجات ملامح متشابهة بس to very differing degrees. يعني حاجات مختلفة هيبقوا مركزين عليها depending on the filter that they have or their perspective. Their nature طبيعتهم هم. تمام. And this is an important aspect to think about. ليه؟ لأن دي أكتر دليل على إن إحنا بإيدنا نغير، بإيدنا إن إحنا نشفي أو نheal. We can heal our wounds, our attachment wounds, by shifting our perspective. إن إحنا نفهم أكتر سيكولوجيتنا إحنا شخصياً، الطبيعة بتاعتنا إحنا هي شكلها إيه، وإزاي إن إحنا for a long time مدة طويلة جدا ممكن نكون perceiving
actions من اهالينا او اخواتنا او مجتمعنا بطريقه معينه بسبب الطبيعه دي، بسبب الفلتر ده اللي احنا لابسينه، وده يكون اثر على نفسيتنا. يعني في امل الحمد لله مبدئيا. دايما في امل. تمام. طيب تحبي تكلمينا اكتر عن الاتاتشمنت وونز اللي بتيجي ولا؟ اكيد طبعا يعني اوكي. whatever you need اللي انت عايزه. طيب attachment wounds يعني ايه؟ يعني زي ما احنا already اتكلمنا، اللي هو بنكبر او بنتولد في بيئة بابا وماما كبيبيز، احنا كل اللي احنا نعرف نعمله ان احنا نعيط عشان خاطر to get our needs met. عايزين ناكل نعيط، عايزين نشرب نعيط، عايزين حد يغير لنا نعيط، وهكذا. عايزين نلعب نعيط. والعياط ده هيخلي اهالينا ممكن يجوا يشوفونا، يشيلونا، ياكلونا، يشربونا، او ممكن حد يتاخر علينا، فبالتالي احنا ممكن بقى بطبيعتنا نقول ايه ده، ما دام اتاخروا عليا مش بيحبوني، يبقى هما مش، يبقى انا ممكن اكون burden، يعني عبء عليهم، حمل حمل. وعبء عليهم. اوكي ممكن قوي اصل هم بيحبوا اخواتي اكتر من احسن مني، فبالتالي I started to develop beliefs around myself، لان انا هعرف نفسي منين غير ان اشوف الريفلكشن بتاع نفسي من اللي حواليا. تمام. هي بقى دي اللي بنقول عليها attachment wounds، اللي هي بتخلق عندنا beliefs او اعتقادات معينة عن نفسنا بناخدها معانا بقى واحنا بنكبر. لان احنا بقى البeliefs دي بتعمل ايه؟ احنا بعد كده مخنا fixated او متعلق ان احنا عايزين نثبت ان احنا صح. This is the ego's work. اوكي. We have to keep proving that اوكي. we are right. فبالتالي we are going to find proof around us every day to prove that we are right, that we are unlovable, ان احنا عبء او حمل تقيل، ان بابا وماما بيحبوا اخواتي اكتر مني، وهكذا. وهنعمل يعني احنا جميله قوي حوالينا. بنمشي ندور على الاثباتات للفرضيه اللي احنا فرضينها في كل حاجه. بالظبط. تمام. ولما نيجي بقى كمان نخش في علاقه، اوكي، احنا بقى نفسنا نخش في علاقه بقى، عايزين كل الحاجات اللي استحملناها واحنا صغيرين دي تمشي بقى. انا عايزه احس ان انا محبوب، عايزه احس ان انا مش عيب، عايزه احس ان اللي معايا هيشيلني فوق راسه ويخلي باله مني. لا، عشان المخ خلاص اتعود انه يدور على الاثباتات دي طول الوقت 24 ساعه subconsciously اكتر من consciously، فبالتالي هتبتدي الحاجات دي تظهر اكتر. هي دي الحاجات اللي هتظهر، والحاجات التانية هتختفي. كتير من الاوقات هتسمع الازواج بيقول له ايه، انت ما بتاخدش بالك لما بعمل لك كذا كذا كذا، او هو بيقول لها ما بتاخديش بالك لما بعمل لك كذا كذا كذا. بتيجي دايما الكونفليكت دايما بيبتدي بقله appreciation. انت مش شايفني، انت مش سامعني، انت مش مقدرني. مش هي دي دايما بتبتدي كده؟ بتبتدي كده، وبتبتدي برضو بالنفي، انت عمرك ما عملت كذا، وانت عمرك ما قلتي كذا. بالظبط. مش عشان اللي هو يعني خاطر الاكستريم اللي هو دايما اكستريم. اعرف على طول ان هي internal core belief جاي من الاتاتشمنت wound. تمام. انما وتعرف على طول ان هي exaggeration was not true. يعني انتوا كل واحد بيسمعنا دلوقتي يا ريت اقفشوا نفسكم لما تلاقوا نفسكم تقولوا I'm always this or always that. اعرف ان ده كذب، دي كذبه بتقولها لنفسك، لان ما فيش حاجه اسمها always في اي حاجه، ما فيش consistency اصلا. بس معنى ان انت بتقول لنفسك كده يبقى انت او انتي مش عامله فلتره للواقع بتاعك، للحقيقه بتاعتك. والفلتره دي جايه من الكونديشننج بتاع الاتاتشمنت وونز وانت صغيره. يا ترى كده واضح؟ يعني ده نتيجة ان احنا كلنا ماشيين زي ما تقولي حاطين عدسة معينة قدام عينينا، فاحنا عدسة حمراء مثلا، فاحنا شايفين كل الحاجات حمراء رغم ممكن يكون لونها مش كده اصلا. مظبوط. والعدسة دي عشان نبقى fair، العدسة دي نصها nature ونصها nurture، مش كلها 100% اوكي. nurture. يعني عشان برضو الناس تفهم شوية، نصها احنا اتولدنا بيه ونصها اتزرع جوانا. نصها جه يعني نصها confirmation من البيئة اللي حوالينا. اول خطوة نتيجة ان احنا نطلع من المطب ده المفروض نعمل ايه؟ ان احنا اول حاجة نفهم ان دي pattern. تمام. واول حاجة نعملها ان احنا نبتدي ندرس الباترنز بتاعتنا، احنا شكلها ايه، ادرسها وافهمها، وافهم التريجرز اللي تخليني بخش في الباترن ده، ايه الحاجات اللي في الواقع او في الانفايرمنت بتاعي اللي بيخليني اتشد او انفعل بالطريقه دي. تمام.
لما افهم وادرسها كده وطبعا بتيجي مع يعني تشوف، يعني الواحد لو متوتر مثلا على طول، الواحد يتعلم ان هو to regulate the nervous system, to calm down, to meditate، يعني يروح therapy whatever needs to be done عشان خاطر الواحد يفهم الباترنز دي ويتحكم فيها بدل ما هي تتحكم فيه. تمام؟ لان لما بتبتدي تفهم حاجة ساعتها فعلا هتعرف تغيرها، بس من غير ما تفهمها استحالة هتتغير. زي بقول له نص الحل ان انت تعرف المشكله، يعني لازم تعرف المشكله فين الاول عشان نبدا نحل فيه. ونصيحه يا جماعه، بس حاولوا تخلوا، يعني لو انت لقيتها او الثيرابيست شاور لك عليها، حاول تخلي اوبن مايند، لان انت اول رياكشن عندك، وانا بتكلم من تجربه شخصيه يعني، لا 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 انا ما بعملش كده، لا 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 استحاله، مش انا لا لا. ف وده على فكرة أول دليل إنك تعمل كده فعلا. طلع نفسك بره المعادله بص يعني كانك بتبص على حد تاني من بره، كان حد بيحكي لك موقف حد عمله، زي ما بالظبط اتكلمنا كده في موضوع مثلث الدراما. اسال نفسك بجد، هو انت فيكتيم ولا انت بس بتتصلبط وعامل دراما في الفاضي؟ طيب انت شايفه ان قبل ما يعني خلاص لو احنا في عالم مثالي، المفروض ان احنا قبل ما نخش في اي ريليشن او اول ما ندور على اي ريليشن شيب، ان احنا نتاكد ان احنا 100% هيلد الاول، بس مش ده اللي بيحصل. لا أنا ما قلتش كده ولا عمري هقول كده، لأن لا احنا بقول في عالم مثالي، انا بقول في عالم حتى مثالي. ما هو لا، حتى في عالم مثالي، في العالم المثالي فعلا كل واحد فينا هيبقى عنده awareness الباترنز بتاعته شكلها ايه، والحاجات اللي بتعمله triggers ايه، وهيخش علاقة تمام. وهو أو هي فاهمة ده كده كويس ومتحملة كامل المسؤولية، بحيث ان انا مثلا قاعدة معاك، اوكي، قاعدة معاك وبنتكلم ومرة واحدة عملت حاجة وقلت حاجة that triggered me، بدل ما اطلعه فيك هقولك طبعا اذنك انا محتاجة اخش جوه الأوضة، محتاجة اهدى شوية، محتاجة ان انا to evaluate، يعني to do my own shadow work، ان انا اقعد مع نفسي وافهمها ليه انا got triggered في الموقف ده. ولو طبعا في حاجة مثلا انت عملتها يعني في موضوع boundaries او في حاجة ان انت تقدر ان انت to change عشان خاطر تساعدني، ممكن اطلب منك بمنتهى الذوق والاحترام can you please support me in doing this. تمام. انا كل حلقه بعملها ايا كان بنتكلم عن الموضوع ايه، لازم ترجع لنقطه الكوميونيكيشن. لازم هي 100% كوميونيكيشن اولا. يعني انا اسف على الاستيريوتايب اللي انا هقوله ده، بس يا جماعه والنبي بلاش يا ستات لما حد يقول لك مالك تقولي ما فيش، يعني الله يكرمك لو في حاجه نقول ايه على هي فكرة الحاجه. الرجالة بتعمل كده برضو يا عمرو، معلش. كله بقى بيعمل كده دلوقتي، ما انا بقول اسف على الاستيريوتايب. وانت كراجل لو في حاجه مضايقاك برضو القمص مش حل، يعني اللي هو بقى ايه السايلنت تريتمنت ولويه البوز والكلام ده كله مش هيجيب نتيجه. انت كانك بتحارب بالظبط طواحين الهواء. الناس مش مايند ريدر او هيقدر يقرا اللي في دماغك ايه. فاتكلموا مع بعض يا جماعه، يعني طب ما ده اتكلموا مع برضه بعض. pattern على فكرة، ما هو communication برضه follows patterns. هل أنا when I get triggered هل أنا ببقى passive aggressive وأحط حيطة وأقول خلاص ما تكلمنيش تاني من غير ما أشرح لك إيه الموضوع وأمشي؟ طب ما ده pattern، وعشان خاطر أغيره يعني I have to confront it. I have to say أنا فعلا بعمل كده و I'm going to make an effort إن أنا أغيره. This is what I mean by patterns. communication is على فكرة تعريف الحب إيه؟ communication, connection. How can you connect if you don't communicate? بالظبط. طيب حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي الناس كتير بتقع فيها، عدم القدره على، مش عارف اجيبها بالعربي ازاي، بالانجليزي letting go، التخلي، او ان احنا نرمي الحاجات القديمه. وبيبصوا للموضوع ده بيرجعوا بقى للريباوند، اللي هو انا هدخل في ريليشن عشان انسى بيها الريليشن اللي قبلها. وعلى فكره الريباوند ده مش حاجه جديده. انت عندك دايما مثلا لما كنا بنتكلم على الاهالي شايفين ان هو جوزه حاله هيتصلح، يعني هم شايفين كده، زي ما انت كنت بتقولي ان الناس بتدور على الريليشن عشان
بتدور على حاجه ناقصاها في الريليشن. م. فهو برضو الحاجات دي مزروعه من ضمن الحاجات من الاهالي زمان، اللي هو لما تلاقي ابنك اخلاقه وحشه لما اتجوزه حاله هيتصلح. منين يا حاج؟ يعني هيتصلح واللي منين؟ اوحش من كده الاتنين متجوزين وعندهم مشاكل، طب خلفوا. بالظبط. انت عارف بعد اول عيل، بعد تاني عيل، بعد تالت عيل، يا خرا. الدنيا بتختلف تماما. وبعد كده بنقول ليه احنا كده طالعين ليه كده ليه؟ عشان ما نقعش في المطبات دي، اه نصيحتك ايه للناس يعني؟ كخطوات كده. انا لو انا شخص شايف ان انا مش 100% هيلد من اللي قبل كده، مهم. هل اقعد بقى مستني انا مش هدخل في اي حاجه خالص ولا مش هرتبط وهقفل على نفسي لحد ما؟ لا انا أصلاً ما اعتقدش ان في حد بقى 100% هيلد من حاجه قديمه، يعني ممكن اكون انا بجازف. بتبطل توجع، بتبطل تبروجكت، بس الليسن موجود والميموري موجوده. مهم. فامتى اقدر اقول ايه ده انا جاهز ان انا ابدا اخش في ريليشن جديده من غير ما اذي الناس التانية؟ مم. امتى اعرف اليت جو؟ هو السؤال مركب شويه. طب ناخده حتة حتة طيب عشان كمان الناس تعرف تمام. to follow with us. دلوقتي هو للأسف الواقع إن بالذات لما يكون حد مش متعود إنه هو to self reflect وإنه يحاسب نفسه، أو يعني إنه يشوف يفهم بالضبط إيه اللي حصل في العلاقة دي، ليه اللي ليه اتفركشت، وليه أصلا حصلت، إيه اللي اتعلمته منها. للأسف مش ناس كتير بتقعد تسأل نفسها الأسئلة دي، وللأسف كمان ناس أقل مثلا بتروح تستشير ثيرابيست أو حاجة إنها تفهم الموضوع ده إيه. فبالواقع بيحصل إيه؟ إن بنطلع من علاقة ونخش علاقة تانية وبنزود التروما، we get re-traumatized، أو حتى we get new trauma. تمام. وللأسف hurt people. تمام. وفي نفس الوقت heal people على فكرة. فالموضوع موضوع هل أنت على قد المسؤولية؟ أصل العلاقة دي مش لعب عيال، أنت بتلعبوا بحياة شخص تاني، وممكن قوي تدمروهم بطريقة المعاملة، بطريقة العلاقة، بالزبط. وبالتالي الدورة بتفضل تلف كده كأنه مرض. طيب انتم لو مش قد المسؤولية، هل انتم مستغربين ان العلاقة ما نجحتش؟ فبالتالي لازم نقعد مع نفسنا ونشوف really ايه الاسباب اللي العلاقة ما نجحتش. هل هي في pattern بالنسبة لي بعمل، يعني مهما تغيروا نفس، مادام كذا علاقة بايظة يبقى انا العامل المشترك يا جماعة، يبقى انا لازم اقعد افكر انا بعمل ايه غلط. وما ينفعش ان انا افضل اجرب واضرب في اللي حواليا، لازم اقعد اشوف، اقعد مع نفسي for however long it takes. او لو هخش في علاقه او عايز ادور على علاقه، ابقى منتهى الصراحه مع الشخص اللي انا معاه، واقول لهم I'm not emotionally available, I'm not able to, all I can offer you is a friendship. تمام. دي الحاجات. الموضوع من الاخر كده موضوع تحمل مسؤوليه، تحمل مسؤوليه نفسك او نفسك، وما تتوقعيش من حد تاني انه يصلح لك حاجه، مسؤوليتك انتي او انت تصلحوها. يعني المفاتيح اللي عندنا دلوقتي، اول حاجه الريكوجنيشن، انت تعرف ان انت عندك مشكله الاول وتعترف بيها. يس. تاني حاجه تبدا تشوف ايه الباترنز او الحاجات الغلط اللي انت بتعملها. تالت حاجه لو هتدخل في ريليشن تبقى 100% honest مع الشخص اللي قدامك، ما تعملوش البحر طحينه وانت في الاخر مش هتعمل الحاجات دي. طيب خلينا ناخد حاجه منهم مهمه جدا اتكررت، اللي هي لازم نعرف الباترن. ازاي الواحد يقدر يتعرف على الباترن اللي جواه؟ يعني هو ممكن تبقى ظاهره للناس اللي بره، يعني ممكن اللي بره يبقى شايف يقول مثلا ايه، فلان ده دايما بيقع في حد كذا. يعني ولو تلاحظي مثلا في ناس كتير من مثلا لو حد وقع في شخصيه نارسيسست مثلا، بيفضل برضو ريليشن واثنين وثلاثه بيروح للشخص النارسيسست، هو بيدور على النارسيسست فين بملقط ويجيبه. هو ما بقاش شايف ده. اللي بره ممكن يبقى شايف. ازاي الواحد يساعد نفسه انه يعرف يقرا الباترنز بتاعته؟ طبعا هو بيرفكتلي ان هو يروح لثيرابي، والاسباب كتير ان الثيرابي دلوقتي مش متاح قوي. وبعدين خلينا نتكلم برضو بصراحه ان الثيرابي عندنا في مصر، يعني يمكن عندك بره الوضع احسن وشويه، وفي الناس بتاخد
لايسنس معينه عشان تشتغل وتقدر تتشيك اللايسنس دي موجوده ولا لا. الموضوع عندنا في مصر مش شفاف، يعني مفيش ترانسبيرنسي في الموضوع، فانت وحظك. مش بس مع فهو therapist بس. الحل الاحسن الحل الاحسن انه يروح لثيرابيست. طب بس Yeah. في الوقت الحالي لو هو مش قادر يروح لثيرابي، تمام. يقدر يريكوجنايز الباترن بتاعته ازاي؟ هقول لك ازاي. ان اتكلم مع ناس، اتكلموا في المواضيع دي. اوكي، ناس كتير بتعاني من الموضوع ده مش لاقي حد تتكلم معاه. Normalize talking about relationship problems in a healthy way. مش اللي هو اللي يقعدوا الناس تشتكي، شوف دي عملت فيا ايه وده عمل فيا ايه. لا، start having healthy conversations around حصل كذا كذا. I wonder what it is that I am feeling or doing or needing اللي هو بيخلق المشكلة دي في حياتي في الواقع بتاعي. We help each other out in that way. اوكي، فالكونفرسيشن نفسه محتاج يتغير. ده اول حاجه. تاني حاجه، في كتب بالهبل يعني في السيلف ديفلوبمنت وهيلينج والكلام ده كله كتير قوي. and يعني حتى if you don't want to invest in books or read books, there's lots of podcasts. في دلوقتي بودكاست كتير بتتكلم في المواضيع دي، مش لازم بالعربي، في بودكاست بالانجليزي كتير جدا بتتكلم يعني يعني there's so much abundance, there's too much almost. تمام. فلا، في وسائل كتير وببلاش الواحد ممكن يتعلم. احنا خلاص دلوقتي في زمن اللي بيقول ما يعرفش really كأنه عايش تحت حجر. ما عندوش حجه، محدش عنده ملوش حجه ان هو حجة يقول ما فعلا. اعرفش. it's everywhere and it's available and it's free. طيب بس خليني برضه اقول لك على حاجه. موجود الموضوع ان الحاجات موجوده everywhere، سلاح ذو حدين. يعني انا هكلمك، مش هتكلم في ناحيه النفسيه خالص، انا هتكلم مثلا في ناحيه التك. لو حد عايز يتعلم برمجه هيلاقي 5000 كورس برمجه، هنقول منهم مثلا 200 واحد حلوين و4800 اي هري في اي حاجه. فازاي نلاقي الحاجه الاوثنتيك؟ سهل جدا. ان اولا تسأل. شوف يعني انت لو تعرف حد مثلا، word of mouth is very important and effective. انت تعرف حد كان بيمر بحاجة مشكلة زي دي ولقى حل، تمام، او انت شايف ان حياته اتغيرت نوعا ما، ان هو بقى احسن، ان حياته looks healthier، اسأله how did you do it. تمام. خد منه نصيحة. لو هو مثلا recommended course معين او therapist معين، follow up. انا المشكلة اللي بلاقيها بالذات عندنا في الشرق الأوسط حاجة تانية خالص. بيبقى أنا كده ومش هتغير. تمام. ده أول هام. تاني حاجة، الهيلينج ده أو الكونسبت بتاع إن أنا أعالج نفسي ده، لا، مش أصلا مش بيخش أصلا في دماغ حد، مش let alone priority. يعني أنا ما عنديش مشكلة أبدا هصرف فلوس قد كده اهو على خروجات برا، على drugs وشرب والكلام ده كله، all the things that temporarily make me happy. بس ان انا اصرف فلوس على حاجة with long term happiness effect، لا، ما مش مستاهلة بالنسبة لي. where's the logic in that؟ تمام. فانا حاسة ان في هو a lot مش of لوجيك على قد اللي احنا كنا اتكلمنا فيه زمان، حته ان هي الناس برضو لسه لحد دلوقتي للاسف في مصر مش مقتنعه باهميه المنتل هيلث واهميه الثيرابي، وشايفين ان somehow لو انا احتجت ثيرابي يبقى انا I'm a lesser person، وان هي مش الحقيقه خالص. فبنروح نلجأ بقى للحاجات اللي هي المؤقته زي الدراجز، زي الالكوهول، زي الحاجات دي، ويصرف عليها فلوس كتير جدا، وما ياخدش مثلا كورس واحد في ثيرابي او سيشن واحد ثيرابي عشان هو شايف ان يعني الموضوع مش مهم. مالوش لازمه. طيب يعني بص، منتهى الصراحه، القافله تمشي، القافله تسير، سوري. تمام. أيوه. القافله هتسير وناس كتير يعني الحمد لله احنا دلوقتي فعلا في زمن ناس كتير ابتدت يعني وعيها يوصل دلوقتي انها فاهمه. وانا مبسوطه جدا ان الاجيال الصغيره ابتدت تفهم لوحدها، وان هي يعني approaching therapy or approaching healing. فده بيديني امل جميل جدا. للاسف في كده فئه عمريه معينه اللي هم يعتبروا هنقول مثلا أربعينات، أواخر تلاتينات، أربعينات وطالع، مصرة برضو إن المشكلة مش فيها، أو إن هي خلاص they don't want to do anything about it. تمام.
ف really I would love for all people to think about هم أصلا من غير health هيعملوا إيه في الدنيا. هل الدنيا أصلا تستاهل يبقى الواحد فيها من غير health؟ دي يعني لا أظن طبعا. أبسط حاجة. انا نفسي بس الناس تفهم ان المنتال هيلث هي جزء من صحتك يا جماعه برضه، والله هي نفس جزء مهم جدا من صحتك وبيأثر على الفيزيكال هيلث. يعني انت كل ما المنتال هيلث عندك ضربت كل ما تلاقي عندك حاجات في جسمك بتضرب لوحدها نتيجه الاسترس ونتيجه التوتر ونتيجه التوتر. بالظبط. ف طيب احنا بما اننا اتكلمنا عن الكورسز والحاجات المتاحه للتعلم، انا عارف ان انت عندك حاليا كورس ليه علاقه بالموضوع بتاعنا النهارده اللي هو بتاع الريليشن شيبس. الكورس اسمه هيل يور ريليشن شيب وونز، مظبوط؟ مظبوط تمام. I'm very طيب proud of الكورس هيبقى بالعربي ولا بالانجليزي؟ وعايزين كلميني اكتر عن الكورس شويه. okay. هو الكورس حاليا بالانجليزي تمام، بس أوكي. انا ناويه ان انا I'm looking for a software ان انا احط له Arabic subtitles قريب. تمام. اوكي. والفكره ان هو كمان اصلا الكورس ده already متكامل وجميل، بس هو اصلا for me is my baby، فانا هقعد كل شويه ازود عليه حاجات واسجل حاجات واحطها عليه وهكذا. فدايما هتلاقوني حاطه كل شويه كده حاطه هديه. بس هو as it is right now will get you on the way. تمام، ان على الاقل مرحله اللي هو understanding developing an awareness of where your patterns came from اصلا. تمام، ان احنا بس مجرد ان احنا هتسمعوا حاجات تقولوا صح ده انا كذا كذا بعمل كذا عشان خاطر نفسي او محتاج عندي الحاجه دي الاحتياج ده، فبالتالي بعمل كذا. وفي طبعا الكورس في الاقتراحات in how to change those patterns, what you need to do, how to change your energy around relationships. فأتمنى جدا جدا إن يعني إن المستمعين إن هم to go for it, to try it. It will certainly يعني I think I believe that it will make a difference وإلا ما كنتش عملته. it's a step. وأظرف حاجة كمان إن أنا الكورس طبعا أنا هدي المستمعين بتوعك هياخدوا كود for 20 pounds off. وكمان بيجي مع الكورس a free one-to-one session معايا، بحيث إن أنا بعد ما ياخدوا الكورس أنا ممكن نقعد مع بعض أساعدكم إن تفهموا what more can be done. تمام، الموضوع إن أنا I would like to really set you on a journey to heal and develop yourself. And this is يعني نقدر نقول ان الكورس ده هيدي التول بوكس للشخص ان هو يتعرف على الباترن اللي عنده ويتعرف على المشاكل اللي عنده اللي بتواجهه في العلاقات ويقدر يتغلب عليها ازاي. وفي نهاية الكورس هيبقى في one on one session، مظبوط كده؟ for free. تمام. الكود يا جماعة انا هحط لكم لينك الكورس في الديسكريبشن، وهحط لكم الكود هو سكة سفر، هحط لكم السبيلنج بتاعه 20 باوندز اوف على الكورس. والكورس اصلا نازل كمان دلوقتي مخفض، لو انت بقى بتسمعنا قدام في المستقبل دي مشكلتك انت، بس هو نازل دلوقتي اول شهر مخفض اوريدي، وهتاخد 20 باوندز اوف على باستخدام الكود اللي هو سكة سفر. هحط لكم السبيلنج في الديسكريبشن. هو في حاجة مهمة جدا حطها في الكورس أنا عايزة ألفت الانتباه فيها، اللي هو أنا بعد ما درست so much إن أفهم الهيلينج لازم يبقى فيه structure للهيلينج، زي ما احنا بنتكلم دلوقتي to figure out the patterns والكلام ده كله and understand them and fix them. كان لازم ألاقي برضو أداة تخلي الواحد منظور جديد، فلتر جديد الواحد يشوف من خلاله، يساعده إن هو يبقى قوي ويعني يقدر إن هو يتغلب على الباترنز دي ويخلق باترنز جديدة هو عايزها. هو يحب إن هو يخلق حياة بتاعته هو اللي هو زي ما هو عايزها. فأنا I developed a tool called the personal pyramid of power، وفيها concepts معينة، يعني كل وجه من أوجه الهرم ده لثلاثي مهم. And in the course we work through each one to help us understand فين الحتة اللي أنا بعملها غلط. تمام، كأنه زراير بالظبط، عندنا زراير مفكوكة أو زراير ملخلخة،
فانا بشرح ازاي ان الواحد تتشون زي جيتار كده. عارف الجيتار التيونينج، لو حبال الجيتار مش تشوند مفيش مزيكا عادلة هتطلع. تمام. لا هو ممكن بقى في مثال احسن، طالما هو 3 اضلاع يبقى عارفه زي الترايبود، لما احنا عايزين نعمل 3 رجلين بتوع الترايبود نفس الليفل عشان الكاميرا تبقاش مايله، ايوه فبتزودي شويه من هنا وتقللي شويه من هنا لحد ما الترايبود يبقى on the same level. تمام. فبالظبط، فبدل ما احنا نبقى يعني اخلاقين او سايد رجل اطول من رجلين اطول من رجل التانية، نظبط كل الحاجات مع بعض. نظبط بالظبط كده. فهي دي هو الكورس يعني I created it عشان خاطر يظبط لنا الدنيا، يظبط لنا البرسبكتيف بتاعنا how to see ourselves in a healthy way and then be able to see relationships in a healthy way. يعني اللي انا فهمته دلوقتي ان هو مش بس هيعرفك الباترن بتاعتك الغلط فين، بس هيساعدك ازاي تخليها احسن او تتغلب على الباترن دي وتخلق باترنز تانية هيلثي اكتر. مش بس كده، انت هتكتشف كمان ان انت البيهيفيرز بتاعتك اللي انت بتعملها في العلاقات الشخصية بتعملها مع نفسك وبتأثر على شغلك، بتأثر على حالتك المادية، طبعا حالتك العاطفية، بتأثر على كل حاجة. تمام. عشان كده احنا عارفين ان the quality of your life depends on the quality of your relationships. فلو quality of your relationships تعبانة يبقى أكيد quality of your life هيبقى برضو تعبان. فالبيراميد personal power pyramid ده أداة تخليك تشوف كل حاجة في حياتك بمنظور تاني، بحيث ان انت مش بس بتحاول ان انت تحسن في علاقاتك مع الناس او مع العلاقات الرومانسية او كده، انت كمان بتحسن علاقاتك ان انت مع نفسك عشان تشوف نفسك ايه اللي ممكن تعمله عشان تطور من نفسك ماديا ونفسيا وعقليا وروحيا وهكذا. خليني اقول حاجة كنت دايما برضو بسمعها منك، يعني it's all starts with you. الموضوع بيبدأ من عندك انت لو حبيتش نفسك كفاية عمرك ما هتلاقي الحب الكفاية ده عند حد تاني. لو ما عرفتش قيمة نفسك الحقيقية هتفضل فاكر ان اي حد يديك شوية فتافيت تعيش ان هو دي وجبة متكاملة. فالموضوع كله بيبدأ وينتهي عندك انت لازم تحل مشاكلك انت اللي معاك انت، كل مشكلة الشخص مع نفسه، وده اعتقد هينعكس بعد كده في علاقاته مع الناس. ده اكيد 1,000,000%، وان شاء الله بطريقة ايجابية لو خدنا الخطوات الصح. نسرين انتي نورتيني النهارده، ما بشبعش من الكلام معاكي والله. وان شاء الله مش لينا حلقات تانية، مش هنطول الغيبة في الحلقات. تحبي تقولي حاجة قبل ما نقفل الحلقة؟ والله احب اشكرك ان انت استضفتني هنا تاني النهارده، واحب برضو ان انا اقول على مفاجأة كبيرة كمان، مش بس الكورس بس، ان شاء الله انا هفتح قناة برضو على اليوتيوب وعلى بودكاست كمان، هنتكلم فيه عن المشاكل الجنسية في العلاقات والعلاقات عموما طبعا، بس بتركيز معين على المشاكل الجنسية. يعني keep an eye out ويا ريت تتابعونا، وإن شاء الله كلنا نستفيد. إن شاء الله لما تنزل القناة هتلاقيني بنشر لكم اللينك بتاعها على تويتر بتاع البودكاست. إن شاء الله نسرين نورتيني في البودكاست واشوفك على خير إن شاء الله. أنا عمرو خاطر ودي كانت سكة سفر، واشوفكم الحلقة الجاية.